السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة سهل ومضمون. اليوم غادي نقدم لكم وجبة عشاء. هذه الوجبة غادي تكون أول وجبة في السلسلة ديال وجبات العشاء إن شاء الله. نتمنى أنهم ينالوا إعجابكم. عندي هنا لادانت وخضر سريعة التحضير وعصير عادي لذيذ. نبداو على بركة الله. غادي نبداو نشرملو القطبان ديال لادانت. عندي هنا الهبره، عندي كيلو من الهبره ديال لادانت اولا الديك الرومي. غادي نضيف عليها شويه ديال القزبور والمعدنوس، شويه ديال البصله هكا قطعتها طريفات صغار، وشويه ديال الثومه. هنا عملت تقريبا شي 3 ديال الفصوص ديال الثوم متوسطين، عصير حامض، عندي التوابل، التحميره في الاحمر حلو، والملحه، بزار، خرقوم، كمون، شويه ديال السكينجبير يكون كتير شويه لان لادانت كيتواسى بزاف مع المذاق ديال السكينجبير. صافي. دابا ممكن نضيفوا الزيت من دابا، ممكن نخليوهم حتى نبغيو نطيبوهم عاد نضيفوا شويه ديال الزيت. انا غادي نضيف شويه هنا زيت الزيتون، كل وحده تعمل الزيت اللي هي بغات. صافي دابا غادي نخلطوهم. دابا ها هما غطيتهم بلاستيك غذائي، غادي نحطهم في الثلاجه وغنخليهم حتى يتشربوا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. غادي نوجدوا الخضره اللي غادي نرافق مع لادانت، القطبان ديال لادانت. انا هنا عملت الخضره اللي انا موجوده عندي في الدار، ممكن نتوما ديروا اللي عندكم في الثلاجه ولا اللي كتبغيو. انا هنا عملت لفت وكورجيت ودنجال، بسباس، جزر وفلفله خضراء وحمراء، لوبيا، بطاطا. قطعتهم هكا على شكل طولي، درتهم في مقله اللي هي عندها الغطايه ديالتها، ممكن ديروها في هكا مقله الا كانت عندكم ولا طنجره ولا اللي كان. صافي دابا غادي نزيد عليها هكا شويه ديال فلفل حار سودانيه، غير شويه على حسابكم. غادي نزيد هنا عندي ثومه غبره، انا عندي مخلطه مع الملحه. نتوما الا عندكم مخلطه مع الملحه يعني ما غاديدوش الملحه، الا عندكم الغبره بوحدها زيدوا شويه ديال الملحه. ما عندكمش نهائيا هاد الثومه اللي هي غبره غادي ديروا الثومه العاديه يعني تحكوها وتستعملوها. صافي غادي ندير لها هكا بهذه الطريقه. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، ما غادي نضيف لا ما لا والو، غادي نخليها طيب على خاطرها. الخضره غادي تطلق الماء ديالها. غادي نديرها على نار مهيله، غادي نغطيها ونديرها على نار مهيله بزاف باش تبقى طيب على خاطرها، هي راه دغيا كتوجد. دابا غادي نبدا نعمر القطبان ديالي بعد ما خليتهم هكا تشربوا مزيان الشرموله في الثلاجه. هنا عملت القطبان ديالي يتشواو. نتوما ممكن تعملوهم فوق شويه هكا ديال الضو ولا فاخر ولا الفران ولا غير في المقله ديال القطبان فوق البوطه. دابا غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. غادي ندير واحد العصير، عصير عادي يعني بالحليب هكا وبالبنان والتفاح. انا التفاح كنخليه بالقشره ديالو، يعني عندي الخلاط كيطحن مزيان. الا كان الخلاط كيطحن عندكم مزيان يعني خليوه بالقشره ديالو مزيانه صحيه. ما كانش كيطحن مزيان يعني تنقيوه. هذا الفريز كان عندي مجمد. صافي غادي نديرهم نطحنهم. ممكن تزيدوا السكر الا نتوما كتبغيو السكر، ولا تخليوه تبقى الحلاوه طبيعيه ديال الفواكه. صافي دابا غادي نطحنهم. هادو هما القطبان ديالنا من بعد ما وجدوا، كيجيو لذاذ بزاف. هذه هي الخضره اللي رافقتهم معاها. نسيت ما قلتش لكم بانني زدت معاهم القرعه الحمراء اللي كنديروا في كسكسو، كتجي لذيذه بزاف معاهم. بطبيعه الحال رافقتهم مع خبيز ديال الدار. وهذا العصير كيجي لذيذ مع انه عادي ولكن كيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان الوجبه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها.
الى عجبتكم اعملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه وبارطاجوا الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.